وإذا بغيتي تعرف راسك فيك السخط ديال الوالدين هو سير تقمر. فلا يعقل 2026 وبنادم باقي عنده ديك العقلية ديال الإسراء بواحد السرعة. ممكن تكون هي في الدار شابة التليفون كتقطع على ماتشات ولا كتلعب شي لعبة وكتدخل الفلوس، ولكن ثق بيا تخرج كتر ما كتدخل وما عمرك غادي تربح، وهنا غادي طيح في واحد الفخ. وديك الفلوس اللي كيبينهم واحد كيقمر عمرك كتربح. شتي هذاك اللي داخل تيليجرام وكيقول لك انا لعبت ب10 الملايين ولا دخلت 30 مليون ولا 20 مليون ولا لعبت ب100 مليون. القالب ديال القمار فاش كتقمر اول مره كيعطيك اولا كيبين لك واحد الهامش من الربح. كتقول اذا القمر فيه الفلوس كتبقى تحلم بانك غادي تعمل الفلوس، غادي تعمل الدار، غادي تعمل الطوموبيل، غادي تيسر الحياة ديالك، ولكن ثق بيا الحياة ديالك غتمشي للهاوية. والاخطر هو انك توصل لمرحلة ديال الادمان واللي كيشجعوكم على القمار وكيبينوا لكم الارباح ديالهم عايشين واحد الحياة فيك، واحد الحياة اللي ماشي ديالهم. كيوهموك ان ديك الحياة ديال السعادة وديال الثراء هي اللي عايشينها. فانت كتشوف واحد الولد في عمره 16 عام ولا 18 عام كيقول لك انا حققت الحريه الماليه ديالي، وريك داري وريك طوموبيلات وريك اخر ما كاين في الحديث، وانت كتاثر بديك العقليه هذيك وكتبغي ترجع في حاله. انت كتقمر وعارف ديك الفلوس اللي كتدخل حرام 100%. كتخرج مع الام ديالك ولا مع الاب ديالك وكتوكلوا الحرام، كتشربوا الحرام وكتركبوا في شي حديده في الاعتقاد ديالك انهم غادي يشوفوا بان ولدهم سهل عليه الله. اولا كتمشي لشي لوطيل وكتلبس شي بينوار كتغسل وجهك بالثلج. هذه بحد ذاتها راه عقلية ديال الفقراء. كتقمر مبلي وما تزرفش ولاد الشعب، ما تسرفش البوبرية معاك. تخيل معايا واحد بوبري خدام 80 درهم ولا 90 درهم في النهار، تلقاه خدام في شي صناك ولا خدام في البني، كتأثر عليه بديك الفيديوهات اللي كتوريه واحد الحياة اللي في الواقع هي ماشي ديالو. كيظن ان ديك الحياة انت فعلا كتعيشها وحتى هو كيتأثر منك ويبغي يعمل بحالك. حتى هو غيتسجل ديك الكود برومو ديالك في الاعتقاد ديالو ان واحد النهار غادي يجيب ديك الربحة وغيدوز الحياة ديالو كاملة مجرتل وما عمرو غادي يربح. وكل ما ربحتي او خسرتي كتزيد النيفو كتزيد المونطو بلي تستر. كتقمر ما شافك حتى شي واحد، ما تبينش ديك التخربيق، ما تضحكش على الناس، ما تضحكش على ولاد الشعب. راه البوبرية الناس اللي مقودة عليهم. انا ما كنهضرش على شي واحد ولا كنقصد شي واحد بالضبط، ولكن ضد اي واحد كيقمر، ضد اي واحد كيقول الناس قمروا، انا ضده. شي ولو تكون من المنطقة ديالي واخا نكونو كنتعرفو أنا وياك شخصيا ما غاديش نحترمه. واحد قمار شفار ما خصكش تعمل له الإشهار للصفحة ديال القمار ديالو. واحد قمار شفار ما خصكش تروج له، ما خصكش تعمل له إشهار. وخاص يكون عندك موقف، انت عندك يوتيوب اولا فيسبوك ولا اي منصة كتربح منها، يعني كتدخل منها فلوس. فبالتالي يجي عندك واحد شفار قمار ويقول لك اعمل لي الاشهار ونعطيك قدا وقدا، خص يكون عندك موقف وتقول له لا انا ما كنروجش للقمار وضد القمار. وما كاين حتى شي فرق ما بين الشناقة هاد الحوالة والقمارة، وهاد الناس هذا خصهم يتحاربوا.